السلام عليكم. هذا الفيديو الرابع في السلسله اللي بدينا مجموعين ديال الضرائب اللي كتكون خاضعه عليهم شركه ذات مسؤوليه محدوده. واليوم غادي نهضروا على نوع جديد من الضرائب، والضريبه اللي غادي نهضروا عليها هي الضريبه على الدخل اي لياغ كيف معروفه عندنا في المغرب. هاد الضريبه هي ضريبه كتقطعها الشركه من الاجور ديال الموظفين كل شهر وكتردها ولا كتخلصها الدوله. الحساب ديالها الدوله خصكم تعرفوا بان الدوله عطيانا دي ترونش، يعني كل ترونش ديال لي صالير والنسبه اللي كتطبق عليه باش نحسبوا هاد الضريبه. فغنخلي لكم في اخر الفيديو طابلو اللي كيوضح لي ترونش والنسب. وهذا الطابلو كيهم سنه 2025 لانه كيف كنعرفوا في لوا فينانس كل عام الا كان شي موديفيكاسيون كتخرج، وهذا العام 2025 كانت موديفيكاسيون في لي ترونش وفي لي طو. فغنخلي لكم الصوره ديال اخر طابلو ممكن تخدموا به في هذه السنه. بالنسبه للتصريح والاداء ديال هذه الضريبه فكيدار اون لين في منصه سامبل ايير كل شهر، واخر اجل التصريح والاداء هو نهايه الشهر الموالي للشهر اللي غادي نصرحوا به. كاينين اعفاءات في هذه الضريبه، فمثلا التعويضات العائليه ما كتدخلش في الحساب، القروض ولا قروض السكن اللي كياخذ الموظف، والتغطيه الصحيه والتقاعد كذلك كيتنقصوا من الضريبه. وفي اخر الفيديو غادي نعطيكم نصيحه كيف ديما الا كنتي مشغل خاصك تلتزم التصريح الشهري باش تبقى قانوني وما تواجهش مشاكل ضريبيه. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير جيم وبارطاج، وإلا كان عندك شي سؤال خليه ليا في لي كومونتير.